شهر رجب شهر الله، لكن شهر شعبان شهر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شهر رمضان شهر الأمة، شهر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الأحلام لو لقيتي نفسك في شهر شعبان أو في رمضان أو في رجب وشفت الرموز دي، اعرفي إن في بشارة وخير داخل ليكي إن شاء الله السنة كلها. بس المهم تشوفوا الرموز دي في شهر رجب أو شعبان أو رمضان. خليكم معايا. أهلا هقول الأول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله أنا هقول لكم على كام رمز لما تشوفيهم في شهر رجب أو شعبان أو رمضان اعرفي إن في خير قادم لك إن شاء الله. أول حاجة لما تشوفي طبعا اللبن في المنام بيدل على الخير القادم لك في شهر رجب. ايه السبب؟ لان في شهر رجب الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وليلة المعراج لما نزل قابل سيدنا جبريل عليه السلام، وسيدنا جبريل قدم له كوب من الماء وكوب من اللبن وقال له اختار يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار اللبن. سيدنا جبريل رد عليه وقال له انت اخترت الفطرة يا رسول الله. فده اول رمز معايا. لو انت شفتي اللبن في المنام فده بيدل على البشارة والخير لك ان شاء الله في شهر رجب. طيب وكمان ايه؟ كمان القدس، لان سيدنا محمد ليلة الاسراء والمعراج صلى بالانبياء كلهم في القدس ليلة الاسراء وليلة المعراج. فدي تاني رمز معايا القدس لما تشوفيه في رجب. طيب تالت حاجة هي الصلاة ذات نفسها، لأن سيدنا محمد زي ما أنا لسه قايلة من دقيقة إن هو صلى بالأنبياء كلهم ليلة الإسراء وليلة المعراج. فده كمان بشارة طيبة جدا. كمان رابع حاجة لو حلمتي بسيدنا جبريل، سيدنا جبريل كمان بتدل على البشارة والخير لك إن شاء الله بقدوم الفرح والسعادة بأمر ربنا. أي حاجة بقى أنت بتتمنيها فلما تجيلك في شهر رجب فهنقول إن دي خير ودي بشارة لك إن شاء الله. كمان لو شفتي يوم 27 أو رقم 27 في المنام إن شاء الله حتى تكون فلوس، فهنا بيدل على الخير القادم. كمان لو شفتي الأكل، ليه ليلة 27؟ ليه رقم 27؟ عشان ليلة 27. طب ايه اللي جاب الأكل بقى ليلة 27؟ ده موسم عند أكترية الناس في البلاد كلها بيحتفلوا بليلة 27 بالأكل، وزي ما احنا عارفين ان الأكل أصلا رزق وخير وبشارة، فكل ده بيدل على البشارة وبيدل على الخير. كمان عايزة أقول إن كمان في شهر رجب كمان لو شفت مثلا الأنبياء، أي نبي جالك في المنام أو سمعت صوت أي نبي أو حتى اتكتب اسم أي نبي، إيه السبب؟ لأن زي ما احنا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع فوق ليلة الإسراء وليلة المعراج قابل كل الأنبياء، قابل أنبياء في السنة الأولى وأنبياء في السنة التانية وأنبياء في التالتة والرابعة والخامسة والستة. فكلنا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل بعض الأنبياء، حتى كمان قابل الدنيا. يعني الدنيا دي كانت عجوزة مربوطة في عمود
فسأل جبريل قال له: يا جبريل، ما هي العجوزة دي؟ قال له: هي دي الدنيا اللي الناس كلها اتخانقت عليها وكانت الناس كلها بتسعي فيها، وكانوا عايزين يحسين ان الدنيا دي كلها يعني تمتد ليهم. طبعا هي قصة حلوة جدا جدا، روحوا اتفرجوا عليها في اي حد. ممكن احط لكم القصة كمان تحت ان شاء الله في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، تبقوا روحوا اتفرجوا عليها او اسمعوها، حلوة قوي قوي. فدي بشارة طيبة جدا جدا، بالذات في يعني بالذات الرموز دي لما تشوفيها في شهر رجب بس. انا مش هطول عليكم الفيديو، وخلينا ان احنا ناخد فيديو تاني ان شاء الله نتكلم فيها عن الرموز اللي تشوفيها في شهر شعبان بس. ودي كانت حلقتي النهارده، يا رب الحلقه فعلا تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. ولو كنت اول مره النهارده وتخشي وتشوفي قناتي، اشتركي معايا في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. ولو كنت جديده عندي واول مره تجيلي النهارده، اهلا وسهلا بيكي. يا ريت تروحي تشتركي معايا في قناتي التانية فسر حلمك منامك خير عشان تحضري معايا البث المباشر هناك. شكرا لكم وشكرا للجميع، مستنيه تعليقاتكم تحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.